المقال من صحيفة اللواء للصحفي والباحث الأستاذ عبد الفتاح خطاب بعنوان بخل المصارف جاوز الحدود. ويقول: يعاني الجيش اللبناني من نقص في العدة والعتاد والتجهيزات، ومن انتشار جنوده على امتداد الوطن بحدوده وجروده ومدنه وقراه وشوارعه وأزقته. ويعاني أيضا من الاستنفار المستمر على مدى الساعة منذ سنوات طويلة من دون توقف أو راحة، ومن الإرهاق الجسدي والنفسي الذي طال عناصره بسبب ذلك، عدا عن الأخطار المحدقة بهم والإصابات التي تلحق بهم، بما فيها شرف التضحية والاستشهاد. وعلى غرارهم تعاني القوى الأمنية من النقص في العدد والعدة والحصار المالي الناتج عن التباين والنكايات في المواقف بين الأطراف السياسية. للدخول في تفاصيل هذا الموضوع معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ عبد الفتاح خطاب. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الفتاح. تحياتي إليك ست مريم، وتحياتي للست يمنى، وشكرا لإذاعة البشائر. الشكر لك، يعطيك ألف عافية أستاذ عبد الفتاح. طبعا قبل ما نفوت بتفاصيل هذا الموضوع اللي كتير مهم وكتير حساس كمان بنفس الوقت، حضرتك بدأت ب يعني وصف حال الجيش اللبناني، ما يعاني منه الجيش اللبناني، وأيضا ما يقوم به من تضحيات على كل المستويات. خلينا شوي نبدأ بهذا الموضوع، بالدور الكبير اللي عم بيبذله الجيش اللبناني. واليوم يعني اللي هيك بعض الأصوات يعني فعلا كيف بتقدر أنه تحكي عن الجيش اللبناني يمكن بطريقة غير محبذة. شكرا. بس قبل أنا إذا بتريدي بحب أقول أنه بصادف هذه الأيام الذكرى السابعة لرحيل المرجع العلامة السيد محمد حسين فضل الله. صحيح. طبعا لا يمكن للكلمات أن تفي حقه، ولا يمكن لهذه العجالة في الوقت أن يعني نسرد فضائل مسيرة حياته. لكن بالنسبة إلي هو القائد الشجاع الحريص على تقديم الفكر الإسلامي والإنساني الصافي الخالي من شوائب الخزعبلات في زمن البدع المسيئة. وهو بالنسبة إلي فارس التصدي للفتن الطائفية والمذهبية، وفي طليعة المحافظين على الوحدة الوطنية اللبنانية ووحدة الأمة الإسلامية وتماسكها. بصراحة أنا بهالمناسبة حزين لأن البعض لم يرى فيه فرصة ذهبية لتصحيح المسيرة. اضطهدوا وحاربوا، حتى يعني يا للعجب والعيب كفروا. وبالوقت ذاته أنا سعيد لأني عشت في زمنه وما عم بقرأ عنه بكتب التاريخ، علما أنه هو لن يصبح يوما ما مجرد تاريخ، بفضل مؤسساته الاجتماعية والإنسانية وبفضل محبة مريدي ومقلدي والتابعين. يعني للأسف أستاذ عبد الفتاح نحن اعتدنا أنه هيك شخصيات يعني كمان يكون في الأشخاص اللي ينتقدوها ومثل ما قلتي كفروها كمان بكتير أحيان، وهيدا بالعكس فخر وشرف لك أنه عايشت هيدي الفترة والمرحلة. صحيح. نعم. صحيح. نرجع لموضوعنا. نحن بالنسبة للجيش اللبناني يعني حقيقة الأمر أنا مزعوج، لأنه يعني الجيش اللبناني كتاريخ خاض يعني مخاض عصيب وصعب. في فترة من الفترات كانوا عم يشككوا بعقيدته وشككوا بمواقفه وشككوا بوحدته وكذا. هلأ نحن في عنا أعجوبة لبنانية شبه إجماع حول الجيش، ما عنا ولا إجماع آخر بهالبلد على موضوع، على قصة، على مرجعية، على مؤسسة سوى الجيش. طيب عظيم ممتاز. هلأ نحن فترة من فترات طلعنا وقلنا هيدا الجيش هو عماد الوطن، هو يعني وحدته وحاميه وكتير منيح. طب شو عم نعمل له؟ معروف انه هلأ خاصة بعد ما انه ألغوا موضوع التجنيد إجباري، معروف انه في نقص بعدة وعتاد وتجهيزات الجيش. مش لانه هو ما بيرغب بانه يضم عناصر جديدة او يدربها ابدا، بس لانه الميزانية اللي عم يحطوا له اياها محدودة بشكل ومبتورة بشكل ومبتسرة بشكل انه ما بتسمح له بانه يوسع اطار يعني العديد والعدة تاعيته. وبنفس الوقت مبدئيا من حيث المبدأ
دور الجيش هو حماية حدود الوطن، ودور الحماية الوطن من المخابرات العدوة والجواسيس والمؤامرات. فهمنا؟ بس طلع شوفي صار الجيش ترك وشرطة سير أحيانا ودفاع مدني أحيانا، وبكل زاروبي وزرموقة وكذا حتى ما يشتبكوا عائلتين مع بعض وما يشتبكوا اثنين مع بعض. شو هالحكي؟ طب وسعنا له مهامه ونشرناه من كل الضياع وبكل الأزقة. بعد شوي حيكون في جيش وعلى كل أطراف الحدود، ودخل عنصر كمان هلأ إضافي اللي هي موضوع المنظمات الإرهابية. وبعدنا بنفس الوقت بعدنا كامشين ايدنا لا من جهة الحكومية ولا من غيرها بنفتحها له. طب أول شيء ليش توسيع المهام والصلاحيات هالقد؟ لأنه في ضعف بالجهة المقابلة اللي هي قوى الأمن الداخلي. يعني الجهات الأخرى فيها ضعف كمان مماثل لنفس الأسباب. يعني موازناتها ما بتسمح بأنها تجند عدد أكبر. وبعدين بشكل عام نحن كبلد يعني ربما يعني حسابيا أو إحصائيا يمكن نقول إنه القوى الأمنية عندنا كافية على عدد السكان، بس نحن بسبب مشاكلنا وظروفنا وأمورنا الغريبة محتاجين لأكبر عدد للأسف يعني إلى عدد أكبر، لأنه يعني ما عم نقدر نضبط الأمور بطرق أخرى. يعني وبرغم من كل هذا الشيء أستاذ عبد الفتاح بترجع تسمع أصوات يعني منتقدين للجيش اللبناني للأسف يعني بكل خطوة بيقوم فيها. غريب أنه عن جد كيف في أشخاص بيقدروا أنه ينتقدوا الجيش اللبناني شو ما كان عم يعمل. معلش مش مشكلة، الانتقاد لازم يكون أول شيء حقاوي مثل ما بقول بالعام نحن يكون مبني على حق. هاي وحده. اثنين يكون مبني على شيء يعني على وقائع. وبعدين الانتقاد يكون بهدف او بقصد انه محبة الجيش وحبه والولاء له، مش كرمال انه مثل ما بنقول تنقير على الجيش اللبناني. مشان هيك عم اقول انا انه مفروض يكون مبني على وقائع موضوعين. هلا اذا كان من رجال السياسي ورجال القائمين يعني اللي لهم دور عام يستحسن انه يقدموا هالانتقاد هيدا بشكل مباشر وضمن المؤسسات وداخلها. اما الناس اللي مثلي الشعبيين اللي ما قادرين يوصلوا صوتهم الا هيك عبر الوسائل التواصل وكذا يحترموا نفسهم هن وعم ينتقدوا ويكونوا يعني نقد ايجابي وليس للتجريح. على كل حال من طرف الجيش انا اتوقع للرد على هالاشياء هيدي انه يكونوا شفافين تماما، وانه يكون التحقيق السريع بالشكوى اللي صايره او بالادعاء اللي صاير، ويظهروا للعلن يعني حقائق الامور. طبعا مش الاسرار. نعم. ما هم ملزمين بانه يعطونا اسرار لحتى نعرف ليه عملوا هيك. طبعا. يتحركوا بسرعه مش ياخذ القصه وقت لحتى اللغو واللغط ما يطول يعني ما يتمدد. طيب بالنسبة لموضوع المقال ويعني بخل المصارف جاوز الحدود اليوم يعني مثل ما ذكرت فوجئ الجميع بالقرار يلي طلع عن جمعية المصارف التبرع للجيش بمبلغ 15 مليار ليرة. أول شيء ليش اعتبار هذا المبلغ يمكن هزيل البعض بيشوف أنه يمكن كتر خيره، البعض يمكن هيك بيشوف وكمان بالمقابل انه يعني 15 مليون يعني كأنه كمان فيها سخرية للجيش اللبناني يقدم 15 مليون. لا طبعا مش هن اللي بيسترجوا يسخروا من الجيش ولا اللي اكبر منهم، هذه اكيد لا. هلا انا بس حقيقة الامر يوم اللي عملوا هذه الهبة خلينا نسميها، هن سموها هبة، أنا تعرضت للموضوع بتاريخ يعني كان شهر كانون الثاني 2016، ويوميتها كمان أشرت إلى أنه بالشكل يعني بالشكل القانوني في خطأ. لأنه أنت لما بدك تعملي هبة إلى جهة حكومية يجب أن تكون عبر مجلس الوزراء حيث يقر هذه الهبة بمرسوم. يعني هلا ايش ما تكون الهبة، ان شاء الله سيارة اسعاف او مبلغ مالي يجب ان تكون عبر بينما هن اللي عملوه حطوه بحساب مصرفي لصالح يعني الجيش اللبناني. انا بظن يعني مش انه هيك خطأ بس لانه اذا راح على مجلس وزراء برأيي انا يمكن يتلقى له وزير او اكثر من وزير شجاع يقوم يقول هيدا عيب وهيدا غلط وهذا شيء غريب يعني مثلا. اما بهالطريقه هيدي نحن عملنا اللي علينا يا اخي وكتر خيرنا مثل ما قلتي انت تعبير مجازي. هاي وحده. هلا ليش انا شايف الرقم هيدا يعني حقيقه صغير وبخيل حتى ما اقول تافه؟ اول شيء هيدا المبلغ اللي هو 10 ملايين من يعني جمعية مصارف لبنان اللي هي تمثل 63 مصرف.
يعني كل مصرف طلع عليه 159 ألف دولار. عم نحكي نحن على حوالي 1020 فرع، يعني كل فرع يمكن طلع عليه 9000 دولار أو كذا. يعني لو كان كل فرع من هالقوى الأمنية اللي عمالة تحمي المصارف وغيرها، لو كل فرع كان بتوظف حارس إضافي أو حارس واحد، حيكلفوا على الأقل 1000 دولار مع يعني بتعرف تأمينات والتقديمات وغيرها. كانوا طلعوا 12 مليون حارس ب 1020، كانوا طلعوا 12 مليون. ماشي. لو اجى نحن حاكم مصرف لبنان كان ابتدع شغله سميها الهندسه الماليه، هدفها تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبيه. هالهندسه الماليه ربحت المصارف بشكل استثنائي بدون ما يعملوا اي شيء. انتبه، اي جهد. ربحوا 4.2 مليار دولار. يعني دوب الارباحهم السنويه. لا اعتبرتها بدعه استاذ عبد الفتاح؟ نعم، لا اعتبرتها بدعه، يعني انت قلت انه ابتدع ما اسمى الهندسه الماليه. ابتدع يعني اخترع، وهذه شغله يعني ما بعرف انا، هو ادرى وفي ناس اثنوا عليها. ليه اخترعها ليزيد موجودات مصرف لبنان. انا هلا بقول انه هل كان في اختراعها بطريقه ما تكون كلها قد ارباح المصارف؟ ما بعرف. بس على كل حال لاني ماني خبير مالي، هو خبير مالي، ماشي، كتر خيره يا ستي، ماشي. ربحهم 4.2 مليار دولار. ما 4.2 مليار دولار، نص بالمية من هالارباح، مش من ارباح المصارف، من ارباح العمليه هي بس، كانوا طلعوا 20 مليون دولار. نعم. لك يا حياتي طلعي شوفي قد ايه بيدفعوا بدعمهم للحفلات وللمهرجانات والماراثونات. ولو ماراثون بيروت قد ايه مكلف، ماراثون عفاريت السخنه قد ايش مكلفه. طبعا مشان هيك انا شاعر بالانزعاج الشديد انه مصارف لبنان يعني تتعامل مع مؤسسة الجيش بهالخفة. ما بدي أقول أكتر من هيك. طب في حدا واجه هيدا القرار أو يعني رجع لفت النظر له أو لا؟ ما حدا، بس يعني بس بالإعلام عدد قليل جدا من السياسيين وعدد قليل من الصحفيين، لأنه السياسيين مؤسسة الجيش نفسها لا طبعا، لا أكيد لا، لأنه هي لا يمكن حتى مؤسسة الجيش لو واحد برع لها بدولار واحد حتكون يعني شاكرة وممتنة. نعم. لأنه التهذيب اللي عندهم والأخلاقيات اللي عندهم يعني ما بتسمح إنه هيدا. بس السياسيين طبعا ما حيهاجموا المصارف، لأنه هن والمصارف وشركات التأمين واحد بلوك واحد، يعني في وحدة حال بيناتهم. ما بيعطوا بعض، ما بيهاجموا بعض. طب هلا نفس الشيء كمان انتبه انه هذه كانت الهبة الى الجيش اللبناني. نعم. بالمقابل القوى الأمنية اللي هن هلا نحن كل يوم والتاني بنسمع عن فرع انسرق وما بعرف شو. ما بتمرق ايام اذا مش بنفس اليوم عم يكمشوا السارقين. القوى الامنيه، يعني القوى الامن الداخلي اللي هي عم تقوم مبدئيا بهالمهمه، وقوى غيرها يعني اللي مش الجيش، القوى الامنيه اللي مش الجيش قصدي، ما طلع على اي تبرع ولا هبه ولا اي شيء غريب يعني فعلا. طب تحدثت عن علاقه القوى العسكريه والامنيه مع السياسيين ورجال الاعمال والنافذين، وشبهتها بحكايه بريق الزيت. ليش؟ شو بتقصد؟ بيصير شغله عملية إرهابية أو عملية تصدي مسبق أو عملية أمنية بامتياز بيتمكنوا فيها من السيطرة على موقع أو اصطياد قادة لهذا، بتقوم اليمين والشمال ما بيضل زعيم أو زويعم أو مشروع زعيم إلا بيطلع ببيان يعني إشادة وتمجيد ويا سلام وكذا، ونطالب بدعم هذه القوى ويجب أن نعمل كذا. وأي واحد منهم بيشوف سفير دولة أجنبية أو عربية بيطالبوا بالمساعدات للجيش، ونحن بدنا إياكم تدعموا الجيش، وكل هالقصة هي يعني فوعة مؤقتة بتكون. لا بنسمع كل هالجعجعة الرهيبة هي، بنطلع بالنهاية لنشوف طحين ما نلاقي شيء. ما في شيء أبدا ولا شيء عجيب. عشان هيك مثل قصة إبريق الزيت، لأنه كل فترة بتتكرر
صار كأنه واجب دوري، يعني مثل عيد الاستقلال تبعت التهنئة أو عيد الفطر تبعتي بطاقة التهنئة. كل ما صار شيء له علاقة بالجيش نطلع بالتمجيد والكذا وهذا وخلاص، لأنه رسمي لها بيان. مين عمال يحاسبنا؟ مين عم يقول تعا شرف يا أخي أنت؟ ليش ما بتطالب بإعادة التجنيد الإجباري وبتقول ابني أول واحد؟ ليش ما بتحل جيبتك وبتعمل شيء؟ لا، ما أبدا، ما في محاسبة. طيب بالختام أستاذ عبد الفتاح، هل بتشوف أنه هيك خطوة أو هيك قرار ممكن أنه يتكرر كمان بعدين ويصير مثل سنة يعني لمساعدة الجيش اللبناني؟ والله أنا ما بظن لأنه القصة شوفي يعني يعني هلا ما كنت حابب أقولها، بس التبرع الأول لم يكن هيك صادرا عن أي راحية من جانب المصارف اللبنانية. إذن شو الدافع؟ حقيقة كانت لأنه الرئيس نبيه بري يعني اتجه إليهم مباشرة، اتجه يوميا للنواب للتبرع بجزء من راتبهم، واتجه إلى المصارف للتبرع، نوع من ما بدهم يكسروا له كلمته، تبرعوا بهالمبلغ. أما لو لم يكن في هذه الدعوة المباشرة لهم لأنه خاطبهم بالاسم، ما بظن كانت هيك طلعت معهم هيك هالفنطة العجيبة هذه وتعي عامل شيء للجيش. لا، ما بظن. يعني بدهم كل فترة حدا دعوة؟ لا والله لا ما أنا محتاج الجيش ناس يتعاملوا معه بالطريقة هذه. لا أكيد. أنا يا ريتني قادر أوصل إلى كل الناس. أكيد يعني الجيش عم يعمل الإنجازات أستاذ عبد الفتاح من دون جميلة أي حدا، وبهيدي القلة القليلة اللي موجودة من عدة وعتاد وتجهيزات عم يقدر أنه يصنع المعجزات والإنجازات يلي فعلا يعني نرفع القبعة على إلها. نعم. نحن والله أنا بالمقابل بدعي الناس إلى أنه يتحركوا تجاه الجيش، يتبرعوا. إذا شاف جندي واقف عنده صاروا 10 ساعات و12 ساعة واقف تحت طاقة الشمس يقدم له قنينة مي باردة، يقول له صباح الخير، يتعاطى معه بتهذيب، ينصاع لتعليماته. هيدا اللي أنا بطلب الناس، هي أهم من كل شيء تاني وأهم من المصاري. جيشنا اللبناني يصنف من أفضل جيوش العالم في المنطقة، مش من عندي، من المؤسسات العالمية، مش على حجمه، مش على قدرته القتالية، مش على شو اسمه الأسلحة اللي عنده والتجهيزات، على الأداء تبعه وفقا يعني فيرسز، عرفتي كيف؟ لا الامكانيات اللي عنده اعلى اداء ممكن بين جيوش المنطقه. صحيح. يعني أفضل ختام هو اللي حضرتك ختم فيه. عجيب أمر القائمين على المصارف، تضحية القوى الأمنية بلا حدود وبخل المصارف جاوز الحدود. ولولا الجيش والقوى الأمنية لكانت أموال أصحاب المصارف وممتلكاتهم وأرزاقهم وعائلاتهم أيضا مستباحة. وفي خبر كان ألا يخجلون. يعني فعلا هيدا أفضل ختام ممكن أنه نختم فيه، وتكون إن شاء الله دعوة كمان يعني أنه ما يتعاملوا مع المؤسسة الوطنية بهذه الطريقة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الفتاح خطاب. شرف لنا طبعا التواصل مع حضرتك. أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا.